في عام 1997 تم التقاط صوت في منتهى القوة ومنتهى الغرابة. صوت عبارة عن نداء في جنوب المحيط الهادي واستمر لمدة دقيقة كاملة. صوت يعتبر فريد وأول من نوعه، علشان كده العلماء قرروا يعرفوا مصدر الصوت ده جاي منين. وبدأ يدخل العلماء في حالة من الحيرة عشان يقدروا يحددوا ويفسروا مصدر الصوت ده، وبدأت حيرة العلماء والتخمينات والنظريات، خصوصا إن 95% من أعماق المحيط لسه مش مكتشف. يعتبر الحوت الأزرق أكبر كائن موجود على كوكب الأرض، يسمى سيد الأعماق. وبالرغم من ضخامته المخيفة دي، بس هو حيوان مش مفترس، يعني مسموح بالاقتراب منه ودراسة أصواته. حيوان عنده قلب ضخم بينبض من 5 ل6 مرات في الدقيقة. يقدر أي حد يسمع صوت نبضات قلبه حتى لو على بعد 3 كيلو متر. ومن المعروف إن أصوات الحيتان بتتصدر القائمة أقوى وأعلى الأصوات البيولوجية وأسرعها في المحيط. أما بالنسبة لكتلته فبتعتبر 160 طن، أما بقى بالنسبة لصوته بيكون على شكل نبضات صوتية. ومن المعروف إن طول الحيتان الزرقاء بتعتبر من أكبر الثدييات، طولها بيصل إلى 31 متر، يعني تقريبا طول مبنى مكون من 10 طوابق. لكن للأسف لحد النهاردة مفيش أي معلومات أشارت إلى صوت الحوت الأزرق، ولا حتى لسبب صراخه العالي ده. وأصدرت وزارة البيئة المصرية بيان بخصوص ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول سماع أصوات الحوت الأزرق. يعني تقريبا أي حد يقدر يسمع الصوت ده حتى لو على بعد 800 كيلو متر. وعادة بتكون موجودة في أعماق المحيطات ما عدا القطب الشمالي، بتسبح على شكل مجموعات صغيرة بمفردها أو حتى على شكل أزواج. بتقضي فصل الصيف في المياه القطبية علشان تجمع الغذاء بتاعها، وبعد كده بتعمل رحلة طويلة متجهة لخط الاستواء مع بداية فصل الشتاء. واكتشف العلماء إن أصوات الحيتان الزرقاء بتصل إلى حوالي 14 هرتز. طب يا ترى سماع أصوات الحيتان الزرقاء ده هل دليل على قرب وقوع الساعة؟ كتير من الناس في السوشيال ميديا قالوا إن سماع صوت الحوت الأزرق دليل على اقتراب الساعة، ورد عليهم أستاذ الفقه وقال برغم إن الأصوات دي بتكون مفزعة جدا لكن ملهاش أي علاقة بوقوع الساعة. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا فيديوهات تانية جديدة.